اهلا بالحباب الغاليين، كيف مسيتو؟ نتمنىكم تكونوا بخير. ايوا مرحبا بكم بدويره جديده في قناتي. صلوا على النبي المختار، شفيعنا يوم الوقوف بين يدين الجبار. قالوا ناس زمان يا مأمن الرجال يا مأمن الماء في الغربال، وقالوا عاوتاني ضربة العدو تبرا وتتنسى، وضربة الحبيب تبقى معرة وتقصى. حكايتنا اليوم يا الحضور ما هي خرافة وما هي أسطورة، هي عبرة جرت في أرض فاس العالية بين جوج صحاب كانوا بحال الخوة، الروح في الروح واللقمة مقسومة على جوج، الحاج العربي والسي مفضل. الحاج العربي كان راجل ميسور، تاجر في الثوب والحرير، نيته صافية بحال حليب الصباح ويدو مسرحة للخير بلا حساب. أما السي المفضل كان عشيرو وشريكو، الضحكة في الوجه والموس في الظهر، كان قلبه كحل بالحسد وعينيه ديما تابعين رزق صاحبه، والنار شاعلة في قلبه وخا كيبين العكس. ايوا يا سيادي، واحد العام قرروا الشركاء بجوج يخرجوا في تجارة للجنوب، هزوا معاهم المال الكتير والسلعة الغالية. الطريق كانت طويلة والخلا قيفر والشيطان كان تالتهم. وفي واحد الليلة كحلا زحلة، الريح كيصفر، وقفوا يرتاحوا حدا واحد البير قديم ومهجور، بير غارق ماليه قرار. الحاج العربي بنيته الصافية وقف على الحافة وقال: السي المفضل، الماء في قرابنا اتقاضى، واش زعما نلقاو في قاع هاد البير باش نرويو العطش؟ المفضل شاف في جناب البير والشر لمع في عينيه وقال له بصوت خافت: طلع العربي شوف، راه كيبان ليا الماء كيبري لتحت. ايوا غير الحاج حنا راسو باش يشوف، وهو يدفعو المفضل دفعة الغدر، دفعة وحدة رماتو في الظلام. من موراها سمعت صرخة وحدة: غدرتيني يا المفضل. ومن بعدها سكت كل شي ورجع الصدى كيردد غير الكلمة غدرتيني غدرتيني. المفضل وقف الفوق ونفض يديه من الغبار وضحك ضحكة صفرا وقال: اليوم رزقك ولا رزقي، والناس غيقولوا كلاك السبع في الطريق. ايوا يا سيادي، جمع المفضل المال والسلعة ورجع الفاس كيبكي وينوح، وقال للناس والعدول باللي قطاع الطريق هجموا عليهم وقتلوا الحاج العربي، وهو نجا بقدرة قادر. ولكن الروح عزيزة عند الله، الحاج العربي ما ماتش، طاح فوق واحد الكومة ديال الغرس والحجر اللي خففوا الصدمة، ولكن تهرس مسكين في رجليه، بقى في داك الظلام 3 أيام كياكل غير الخشاش ويشرب من نقيطة الماء ويدعي دعوة وحدة: يا ربي إلا كتبتي لي عمر جديد بغيت حقي يبان في الدنيا قبل الآخرة. ايوا يا سيادي، قولوا سبحان الله. دازت واحد القافلة من تما غير بالصدفة، سمعوا الآنين ديالو وجبدوه. الحاج العربي بالذكاء دفواسة ما عاودش ليهم الحقيقة، قال ليهم: انا غير درويش وتوضر بيا الحال، وداوه معاهم لواحد البلاد بعيدة، داوه معاهم لمراكش ولا الصحراء مهم، وتما وبفضل الحنكة ديالو في تجارة بدا من الصفر وصبر وخدم وجمع المال، ولكن قلبه كان ديما فاس وعند الغدار اللي خلاه في البئر. ايوا يا سيادي، دازت 10 سنين، السي المفضل الغدار ولا هو كبير التجار، خدا دار العربي وتزوج بالأرملة ديالو غير بالحيلة من بعد ما كبر كرشو بالحرام. واحد النهار نزل لمدينة فاس واحد تاجر غريب لابس الحرير واللؤلؤ ووجهه مغطي بالتام، وشرى قيصرية كاملة مقابلة تماما مع دكان السي المفضل الغدار. ايوا هاد التاجر جديد اللي هو العربي بدا كيبيع التواب بنص الثمن وكيفرق الصداقة حتى جر الكليان كاملين عنده. المفضل الغدار غرق في الديون وسلعته بارت وبدا كيبيع الممتلكات ديالو طريف بطريف باش يغطي غير الخسارة. وفي الأخير ما بقى عند المفضل والو غير الدار اللي ساكن فيها، ومشى عند التاجر الغريب باش يطلب منه السلف. ايوا مشى المفضل الغدار عند السي العربي وقال ليه: يا سيد التاجر، انا كنت هو كبير السوق واليوم دارت بيا الدواير وبغيتك تسلفني او تخدمني معك. السي العربي
قال ليه مرحبا يا المفضل، الدنيا دوارة، ولكن قبل ما نعطيك بغيت نسولك على واحد الحكاية كيقولوها عليك، حكاية صاحبك اللي كلاه السبع. السي المفضل قال ليه هذيك حكاية قديمة سيدي الله يرحمه. ايوا قال ليه العربي، واش متأكد مات ولا طاح في شي بير؟ هنا يا سيادي وقف السي العربي وحيد اللتام على وجهه. المفضل الغدار طاحت عينه في عين العربي، وجهه زرق ولسانه تربط وركابه خواو به. ايوا هنا العربي بالهيبه اللي عطاه الله قال ليه، انا العربي، انا اللي خليتيني نموت، وانا اللي خنتي الملح والطعام معايا. انا ما جيتش نقتلك بيدي حيت الموت غيكون راحه لك، انا جيت نعيشك في الدل اللي عيشتيني فيه. شوف المفضل، مالك مشى وسمعتك حتى هي مشات، ودابا غتخرج للناس وتقول لهم الحقيقه بلسانك ولا غندعيك لقاضي السماء والارض. هنا المفضل من شده الصدمه والخوف اسكت ليه القلب في بلاصتو وطاح ميت قدام رجلين صاحبه. ايوا يا سيادي العربي استرجع رزقه ورجع لدارو وتصدق بنص مال المفضل على الفقراء باش يطهر هذاك المال. وهكذا يا الساده غادي تكون سالات حكايتنا. مول النية ربح ومول الغدر مات بالخلعة والفضيحة. عمرك تحقر الصغير وعمرك تأمن للزمان. وحضي راسك من صاحبك قبل عدوك حيت الضربة القريب كتقتل بلادم. ايوا نتلاقاو في قصة جاية ومعنى جديد، وتصبحوا على خير.